السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال يا رب وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم ان شاء الله جيت معكم بواحد البسكوي او واحد المملحه مع يعني على شكل صابلي. كتجي لذيذه الصراحه، وصفه تركيه وكتجي روعه روعه واقتصاديه، يعني ما فيهاش بزاف ديال المقادير. نبداو على بركه الله. عندي هنايا كاس ديال الشاي ديال الاتراك، كاس العادي، عامر ديال الزيت العبار. بكاس العنبه تيعطينا كاس الا ربع. كما كتشوفوا في الصوره انا خويته في كاس ديال العنبه باش تشوفوا المقدار يعني بالضبط. كاس الا ربع ديال زيت المائده. غادي نحتاج كذلك جوج ديال الخمارات من فئه 10 غرام، يعني المجموع هو 20 ديال الغرام. غنحتاج 250 غرام ديال الزبده مارغرين، تتكون على درجه حراره المطبخ. عندي هنايا جوج معالق كبار ديال الخل. عندي كذلك معلقه كبيره ديال السكر حبيبات، ومعلقه صغيره ديال الملحه تكون ممسوحه. عندي كذلك جوج بيضات، وعندي هنايا واحد زلافه خاويه اللي غادي نفرق الاصفر غنخليها على حده، والابيض هو اللي غادي نستعمل في العجين. وعندي كذلك غادي نحتاج ما بين 6 حتى 7 ديال الكيسان ديال العنبه ديال الطحين، على حسب نوعيه الدقيق. تقدر تاخذ لكم 6، تقدر تاخذ لكم 7. المهم عينكم ميزانكم. العجينه راه تتكون ماشي قاصحه ماشي مرخيه بزاف، يعني ما بين وبين. تنحطوا صبانه يدخل في العجين تيكون يعني عادي، باش تعطينا الطعله في الدليك وما تطلقناش. يعني الزيت ملي تنقصحوها تتولي دلكيها بالدلاك تطلق الزيوتات. نبداو على بركه الله. درت هنايا الزبده، ضفت عليها السكر سنيده والملح، ونضيف الزيت اللي عندي صافي، وغنضيف داك الخل، وغادي نخدم ديك الزبده مع البيض كلشي في دقه واحده. ما كاينش دير هادي في ضربه واحده، كتحط المقادير كامله كتخدميهم الا الخميره اللي تتبقى حتى تنضيفوها مع الدقيق. كما كتشوفوا غنخليكم مع الفيديو، راه باين يعني واضح، وغادي تبقاو معايا حتى نوري تندوزو للتشكيل ديال الغري ديال الصابلي ديالنا عفوا. يا ليلى وصلت على نبي، يا ليلى وصلت على نبي، اذكر الله وانت ماشي. يا ليلى وصلت على نبي، ولا تلهيك السلام. يا ليلى وصلت على نبي، باش تحيي القلب الرشيد. يا ليلى وصلت على نبي، وبذكري الجلالة. يا ليلى وصلت على نبي، نجم التوانسة. يا ليلى وصلت على نبي، يا على دار السبيل. يا ليلى وصلت على نبي، قالوا لي في الشوارع. يا ليلى وصلت على نبي، ومولاي علي الرشاد. يا ليلى وصلت على نبي. يوم الحد خرجت السراب ليالي، يوم الحد خرجت السراب ليالي، واللي يلقاني يزاودني بهي. وكما كتشوفوا معايا بعد ما جمعت العجين ديالي، راه دخلت لي 6 ديال الكيسان ونص بمقياس كاس العنبه. العجينه ما تتكون مرخيه بزاف، ما تتكون قاصحه، تتكون ما بين وبين، يعني تنحطوا الاصبع ديالنا تيهبط في العجينه بسهوله. دابا خديت قسمت العجين على جوج د الكرات. خديت الكره الاولى غادي نطلقها ما بين الورق ديال الطهي، البابي كويسون. غادي نطلقها ما بيناتهم. انا بغيتها تجيني رقيقه، يعني القرمشه، وتكون يعني مملحه ماشي على شكل الصابلي. فغادي نطلقها رقيقه، وغادي نشكلها بهذا القالب اللي عندي. فانتم قطعوها باي شكل عندكم، او تقطعوها بالجراره، يعني شكل مربعات او مثلثات،
باي شكل حبيتو، يعني ما تقيدوش بالشكل او هذا، اي حاجه عندكم متوفره في البيت تقضيو بها. دابا غنحطهم في اللاطه ديال الفرن. من بعد ملي غادي نكمل التقطاع ونستفهم، غادي ندهنهم بداك اصفر البيض اللي كنت عزلت من قبل. غندير عليه واحد القطيره ديال الحليب او الخل اللي متواجد عندكم باش ما تبقاش فيه ديك الزفوره. من بعد ما غادي ندهنهم، غادي ندوز عليهم واحد درت انا عليهم الحبوب ديال البافو، واي حاجه عندكم تزينوا بها، يعني اي حاجه متواجده في البيت تقدوا بالسانوج او حبه البركه كي تنقولوا، او لا السمسم، او لا يعني الزريعه ديال عباد الشمس، او لا زريعه ديال القرعه، اي حاجه متواجده عندكم. فانا زينتهم بالبافو. غادي ندخلهم من الفرن على 180 درجه حتى غادي يطيبوا لي من الفوق ومن التحت. من بعد غادي نخرجهم وغادي نوريكم الشكل ديالهم النهائي. بعد ما طابوا المملحه ديالنا، بعد ما طابت وخرجتها انا، كانت بقات لي شويه العجينه درتها على شكل غريبات هكاك، حتى هما تيجيو زوينين. فبعد ما طابت هذا هو الشكل النهائي، تيجيو لذاذ مقرمشين، واخا ما فيهم لا فرماج لا حتى حاجه، يعني طبيعيين، ولكن صدقوني راه تجي فيهم واحد اللذه خطيره يعني، واقتصاديين. نتمنى من الله انكم تجربوا هاد الوصفه وتردوا عليا في التعاليق ان شاء الله، ونتلقى بكم ان شاء الله في فيديو جديد بحول الله. تنشكر جميع الناس اللي متابعاني، جميع الناس اللي كتخلي في حقي تعاليق زوينه، شكرا لكم بزاف. وان شاء الله الناس اللي مازال ما انضمت للقناه تنضم ليها وتزيد تشجعنا وتزيد بنا القدام ان شاء الله. نخليكم على خير، دمتم في رعايه الله.